هذه الإبرة. هلا رح يحكي لكم عنها. شو بتسوي غير النضارة؟ هاي الإبرة اسمها أول شيء إبرة الملكة، إبرة أحلام، لأنه هي اوريدي بتعملها دائما. إبرة الذهب أو إبرة الأوتار العضلية، لأنها بتحقن بالعضلات وبالأوتار، تعطي ليفتنج نضارة بتجنن 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 بتجنن. بس هي إبرة اسمها بتجنن. أنا قلت له مستحيل أروح للريد كاربت بدون ما أمر عليك، للأمانة عشان الإضاءة شو وهيك لازم نظارة فل. والله العظيم روعة. الله يسعدك والله. هلا سويت الإبرة اللي قلت لكم عليها، صار لي 4 شهور بقول لكم رايح أسوي إبرة عند الدكتور محمد. هلا راح يحكي لكم على هذه الإبرة. تتذكروا السنة اللي فاتت سويت إبرة نظارة ونفس مش نفسها، لا نحن عملنا شيء كرمال اوريدي نحن ممنوع نحط لك فيلر لانه مانك بحاجه. فبس كرمال هدول اللاينات ما تبين، فضربنا ابره اسمها يلو برو يانج اي كرمال تعطي ليفتنج وتعطيك اضاءه كثير قويه بعد كم يوم. يا جماعه الابره انا بقول لكم صار لي سنه انا ما جيت عندك، صح؟ سنه بتعطيك مثل البيبي فيس، بيصير وجهك كأنه بيبي فيس كذا بريء، وما تحتاج تحطي فاونديشن كثير وهالخرابيط. فكتير كتير كتير انبسطت فيها السنة اللي فاتت وجيت عنده. اصلا كنت ماخذه موعد اكثر من مره لازم توريهم. اول شيء هلا بنوريكم الابره. طبعا كل البنات عندك مثلا عروسه، عندك مناسبه، عندك شيء، هذه الابره مره مهمه، يعني فعلا بتعطيك فرق وبتعطيك كده يعني ليفتنج، نظارة، كتير أشياء. فجربوها، دائما بنصحكم للشيء اللي بيكون حلو.